في هذا الفيديو الاخوان غادي نهضروا على كيفاش تعرف الزيت اللي كتصلح للطوموبيل ديالك، واش اوريجينال ولا لا، بلا ما تسول حتى شي واحد. وبزاف ديال الناس سولوني في كومونتير، وكل واحد كيسولني على الطوموبيل ديالو. انا غادي نعطيكم واحد الطريقه اللي كيما كانت عندك طوموبيل اي نوع اي مارك يمكن لك تعرف الزيت اللي غادي تصلح ليها. وبالتجربه الاخوان كاين بزاف ديال لي ميكانيك حريفين عارفين اش كيديروا، كيعطيك الزيت اللي غادي تصلح الطوموبيل ديالك. وكاين عاوتاني شي وحدين اللي ما عارفين حتى شي حاجه، كيعطيك شي زيت اللي لا علاقه بالطوموبيل ديالك، بعيد على الريفيرونس ديال الطوموبيل ديالك، وكيتعداو على الناس. فبقاو معنا الاخوان حتى الاخر باش نعطيكم الطريقه الصحيحه باش تعرف الزيت اللي صالحه للطوموبيل ديالك. مرحبا بكم الاخوان في القناه ديالكم متخصصه في علم السيارات. حنا كنهضروا على اي حاجه عندها علاقه بالسيارات. عندكم شي سؤال، الا كان عندكم شي سؤال ولا شي اقتراح فخليوه كومونتير باش ندير لكم لي فيديو اللي كيعجبوكم. اما كان عندكم حتى شي اقتراح ولا شي سؤال فخليوه واحد الكومونتير اللي زوين بحالكم، وتابوناو في لاشين، حاجه اللي كتشجعني بزاف باش نزيدكم دي فيديو اخرين. وواحد جيم الا عجبتكم لا فيديو وبارطاجيوها مع الناس اللي كتعرفوا باش تعمل فائده. نبداو الاخوان على بركه الله. فبالنسبه باش تعرف النوع ديال الزيت اللي كتصلح للطوموبيل ديالك، فاول حاجه كتمشي كتقلب في هذاك الكتاب. نهار اللي شريتي الطوموبيل ديالك، شريتيها جديده ولا شريتيها بون اوكازيون، نورمالمون راه كيكون معاه واحد الكتاب. هذاك الكتاب راه فيه النوع ديال الزيت اللي خاصك دير للطوموبيل، وفيه حتى الريفيرونس. ما لقيتيش هاد الكتاب توضر ليك ولا شي حاجه، فكتمشي كتقلب في الغلاقه ديال الطوموبيل فين كتكب الزيت. فديك الغلاقه راه كيكون مكتوب النوع ديال الزيت اللي كتصلح اللي صالح لذاك الموتور. فمثلا بالنسبه للفولكسفاغن راه كتكون مكتوبه كاسترول في الغلاقه. ما لقيتيش في الغلاقه مكتوبه، راه كتشوف تحت الكابو. كيفاش كتحل الكابو راه كتشوف لتحت، راه كتكون واحد التيكي تما راه مكتوبه فيها النوع ديال الزيت والريفيرونس. ما لقيتيش كتمشي كتسول جوجل، كتقول له مثلا سيات ليون فين جا داك التيكي، فين لاصق. ما لقيتيش فهادشي كامل، فكندخلوا للسيت ديال الشركه المصنعه ديال الزيت اللي الشركه المزيانه. كاين كاسترول، كاين توتال، كاين موبيل، كاين شيل. والطوب انا بالنسبه ليا هي كاسترول. فكاسترول كندخلوا للسيت عندهم castrol.com وكنمشيو لداك برودكت فيندر التحتانيه. فكما كتشوفوا في لا فيديو فكندخلوا النوع ديال السياره، كندخلوا السيري ديال السياره، وكندخلوا حتى الدوله. فحيتاش حتى الدوله كتلعب دور على حساب الجو. مثلا الدول اللي بارده راه ما كيعطيوهم واحد الريفيرونس ديال الزيت بوحديتهم، والدول اللي سخونه عاوتاني حتى هما. وحنا مثلا الدول اللي عندهم الجو معتدل بحالنا، بحال في المغرب، عندهم عاوتاني السيري ديال الزيت ديالهم بوحديتهم. وفاش كنديروا بحث كيطلع لينا الزيت، الريفيرونس ديال الزيت اللي خصنا نديرو للطوموبيل ديالنا. من بعد فاش عرفنا الريفيرونس وشنو هي الزيت اللي صالحه للطوموبيل ديالنا، دابا فاش كنجيو نشريوها خاصنا نعرفوها واش اوريجينال ولا ماشي اوريجينال. باش نعرفوها كاين ثلاثه ديال المراحل غادي نوريهم لكم دابا. اول حاجه خاص في ديك البيدو يكون واحد الكود كيو ار. هاد الكود كيو ار كما كتشوفوا في لا فيديو هو هذاك الكود كيو ار. من بعد كنانستاليو ديك لابليكاسيون اللي كتقرا هذا الكود. هذا راه كاينين بزاف، انا كنانستالي كيو ار باركود هي اللي عندي. من بعد فاش انستالينا هاد لابليكاسيون ديال اللي كتسكاني الكود كيو ار، كنشدوها كنسكانيو داك الكود كيو ار اللي عندنا في الفيديو، وكيدينا للسيت ديال الشركه المصنعه. الا ما داناش عرف هذاك الكود، عرف هاد الزيت راه ماشي اوريجينال. بعد فاش سكانينا الكود ودانا للسيت ديال الشركه المصنعه، فهو كيطلب منا واحد الكود راه كيكون تحت هاد الكود كيو ار، راه كيكون تحت منه. كندخلوه باش كيدينا للمرحله الثالثه. الا ما داناش للمرحله الثالثه فعرف بان الزيت راه ماشي اوريجينال. المرحله الثالثه كيطلب منا واحد 4 الارقام راه كيكونوا في الغلاقه، 4 الارقام الاخرين ديال ديك السيري. 4 الارقام الاخرين ديال ديك السيري راه كيكونوا في الغلاقه، كتدخلهم تمايا 4 الارقام. الا تعرف على الزيت اللي عندك راه اوريجينال، ما تعرفش عليها راه كيعطيك راه ما كيقول لك راني ما عرفتش هاد الزيت هادي. من بعد فاش السيت كيتعرف على هاد الزيت اللي خدينا اللي شريناها، كنديروا واحد الكونترول خفيف. هذا هي تكميلي. كنشوفوا داك التيكي اللي لاصق في الفيديو واش مكتوب مزيان، ما باينش الله هي لاصق وصافي. كنشوفوا هذيك كنحلوا البوشون، وكنشوفوا داك الغلاقه اللي مسدوده بداك الالومنيوم واش داك الالومنيوم لاصق مزيان ما فايتش محيد. وفي حالات ما لقيتيش مثلا النوع ديال السياره ديالك في هذا السيت هذا، ولا ما لقيتيش السيري ديال السياره ديالك في هذا السيت مثلا ديال كاسترول، كتمشي مثلا للموبيل، كتمشي عاوتاني تقلب عاوتاني عندهم. ما ربما انت هي كاسترول ما صالحاش للسياره، نوع السياره ديالك صالحه لك موبيل. ما لقيتيش عاوتاني كتمشي كتقلب في شال. ضروري غادي تلقى في هادو وحده فيهم غادي تلقى النوع ديال السياره ديالك. وبهذه الطريقه انت عرفتي النوع ديال الزيت اللي صالحه للسياره ديالك، وبطريقه جد احترافيه وبلا ما تسول حتى شي واحد.
فالاخوان بهاد الطرق نتمنى نكون حليت لكم هذا المشكل هذا. وإلا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش الاخوان واحد لايك اللي كتشجعني بزاف، وشي كومونتير زويون بحالكم، وبارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا باش تعم الفائده، وتابوناو في لاشين، حاجه اللي كتشجعني بزاف نزيدكم دي فيديو اخرين. وتبارك الله عليكم.